الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. متحف الحضارة الإسلامية بجامع الجزائر يحتضن ندوة علمية بمناسبة إحياء الذكرى 64 لعيد النصر الموافق ل19 مارس، محطة تخلد فترة مفصلية في تاريخ الجزائر. الندوة شهدت حضور أساتذة جامعيين وباحثين ومجاهدين. عميد جامع الجزائر محمد المأمون القاسمي الحسيني أبرز في كلمة على أهمية الذكرى. نعيش اليوم في نسمات الذكرى 64 ليوم النصر، وقد سمي بحق عيد النصر، ونتذكر والسعادة تملأ قلوبنا أن القرآن الكريم الذي حثنا على الجهاد والمصابرة والمرابطة قد بشرنا أيضا بالنجاح والفوز والنصر، فهو يفتح أبواب الرجاء والأمل أمام المؤمنين. لقد ظل شعبنا صامدا صابرا مرابطا، لم تفتر فيه روح المقاومة والجهاد، ويدرك أن الحق لا ينتصر بنفسه ولكن ينتصر بأهله. كان يدرك ويملك الإيمان بحقه والثبات على دينه والإصرار على افتكاك حريته واسترجاع استقلاله، فإما عز وسيادة وإما كرامة بالموت والشهادة. برنامج التظاهر تضمن مداخلات علمية تناولت أبعاد الانتصار التاريخي الذي حققته الجزائر بعد سنوات من الكفاح خلال الثورة الجزائرية، إضافة إلى عرض شريط وثائقي يبرز تضحيات المجاهدين. الندوة اختتمت بتكريم عدد من المجاهدين والشخصيات الأكاديمية في خطوة رمزية تهدف إلى تثمين جهود من صنعوا تاريخ الجزائر والحفاظ على الذاكرة الوطنية ونقلها إلى الأجيال القادمة.